يعني دعوت اثنين من يعني الشخصيات الاثنين غنيين عن التعريف. الاول هو الاعلامي شوزيف نصر الله. اهلا وسهلا بك استاذ شوزيف. اهلا بيك يا استاذ سماحه، ومبسوط قوي ان اكون معاك في حلقه جميله من برنامج اسمه بس لوحده كده حاجه تشرف. ربنا يخليك يا استاذ شوزيف. واستاذ شوزيف النهارده موجود معانا بصفته ناشط حقوقي واعلامي، وليس بصفته رئيس مجلس اداره قناه الطريق. فدي من البدايه عشان نبقى متفقين. هنتخانق يعني؟ طيب يا مسهل. والناحيه الثانيه معايا حد يمثل الجيل الثاني من المهاجرين او من الشباب، لانه في ناس كتير بتتكلم ان الشباب مش مهتميه بالموضوع وبايعه القضيه زي ما بيقولوا بالبلدي. فكان الاختيار لكاسي نبيل. اهلا وسهلا بيك يا كاسي. اهلا وسهلا بيك. طبعا كلكم عارفين كاسي، البنت اللي عملت فيديوهات كتير قوي وشافوها اكتر من 1,600,000 واثرت في الناس لغايه انه القاهره اليوم اتكلموا عنها، عمرو اديب، بلادنا بالمصري، ريم ماجد، وايضا باسم اتكلم عنها كتير قوي. هنبدا حلقاتنا من غير تاخير، بس بعد ما نديكم او نذكركم بفيديوهات كاسي. نروح نشوف الفيديو ده بسرعه جدا ونبتدي حلقه شيقه جدا. نشوف الفاصل. Hello everybody, today I will be talking about some current events taking place in the revolution happening in Egypt. كتير منكم قلتوا yes 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 من غير ما تفكروا أصلا, okay? Be open-minded a little. We need to target the head of the problem, okay? The head of the problem is Hosni Mubarak because they worked for him, okay? They worked under him. Okay, so في rumor is saying إن أنا إسرائيلية أو أنا جاسوسة من برا أو جاسوسة من أمريكا. No, يا ناس أنا مصرية, okay? Mommy وبابي مصريين. الإخوان المسلمين حولوها حرب ديني, ودي خالص كانت مش حرب ديني خالص. ايه اللي بيحصل للمسيحيين في مصر؟ بقينا كل اسبوع المسيحيين لازم حاجة تحصل لهم, زي حاجة كده زي الموضة. انا جاي دلوقتي بعمل الفيديو ده على موضوع very very tragic, موضوع مؤسف جدا حصل لشاب قبطي جوه في الصعيد في مصر. He had his ear cut off. ودانه اتقطعت على الشاب اللي كان في قنا. ايمن. كاسي مره ثانيه. اهلا بيكم. هنبتدي مع كاسي يا جو. وانت بقالك تقريبا من رمضان بعد ما هنيتي المسلمين برمضان ما عملتيش فيديوهات خالص، حتى ما علقتيش على اللي حصل في ليه بقى؟ اولا اول ما انا كنت بعمل فيديوز كنت بعملها عشان بوري يعني بتعاطف مع اللي كان بيحصل الاحداث. واللي حصل ان مش مثلا جات لي يعني تعليقات بتقولي لا اللي انتي بتقوليه غلط, جالي يعني كلام وحش جدا. ففي الاخر كمان كان في فيديو اتركب ناس يعني جابوا واحده مثلا شبهي وركبوا الباك جراوند زيي, وانا استغربت من ساعتها. طبعا ماما اتخضت عشان هي ماي ماذر وقالت لي لا وقفي الحياة كده. فلقيت حتى مثلا الحاجات الوحشه اللي كانت بتجيلي مش بس مثلا من المسلمين المتطرفين, جات لي كمان من مجموعه اقباط. وانا نفسي استغربت ليه انا لما بتعاطف مع شعب هو بيرد عليا بطريقه اهانيه مش كويسه ليا. فطبعا اضطريت اوقف وقلت خلاص يبقى انا زي ايه الاهانات اللي جت مني ليكي من اقباط مثلا؟ اديني اكزامبل ايه؟ مثلا بيقولوا لا دي مش مسيحيه, دي واحده بس هتسبب لنا بفتنه, ودي يا ناس ما حدش يسمع لها, ودي لو يمكن مثلا لو هي بنت سيدنا يسوع المسيح هتتكلم بالشكل ده, ودي بس بتطلع بمنظرها والحاجات دي. وانا استغربت عشان في وقت لما مثلا الاحداث امبابه والحاجات دي انا تعاطفت معاهم عشان قد ايه انا كنت حاسه
بالبين اللي هم حاسين فيه. فانا ما توقعتش يعني مثلا هم ردوا عليا وقالوا لي لا المعلومه دي غلط كنت هتقبلها، بس اللي حصل غير كده خالص. اللي حصل ان جالي كلام عكس الموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه تماما. ففي الاخر كان نفسي فعلا اعزيهم، واحب فعلا اعزي الاهالي بتوع الشهداء بتاع ماسبيرو، واعزي البابا شنودة وكل الاقباط، مش بس في مصر بس الاقباط حوالين كل العالم. وانا عارفه ان مهما اقول لكم البقيه في حياتكم ان دي مش كفايه، عشان اللي حصل ده للاسف ملهوش اي explanation. بس المسيح معانا، ربنا معانا، وربنا مش هيسيب حقنا. فانا كان نفسي اقول لهم قد ايه انا حاسه بالالم اللي هم بيمروا بيه، بس ما قدرتش. خفت ان مثلا هيقولوا لي حاجه تانية او يركبوا عليا فيديو تاني، وانا بصراحه ما قدرتش. هنرجع لتعليقك، بس انا عارف شو ان انت يعني بتشجع الشباب والجيل الجديد بالذات، وانت دايما عمال تشجع في الاوجه الجديده ان هي تقول رايها. ايه تعليقك على الاقباط اللي هاجموا كاسي في النهايه لازم تبطل، ودي مش بنت المسيح اللي تتكلم كده؟ هو الجانب دوت انا ما شفتوش قوي، يعني انا شفت الجانب الايجابي قوي وكان هايلايت، ويمكن ملايين شافت الحاجه الحلوه. فانا بشجعك يا كاتي انه الجانب الدارك ده، الجانب الضلمه مش متشاف قوي بالنسبه للناس، وكويس ان احنا بنقوله عشان نعرف انه اللي بينجح دايما طوب كتير دبش كده يروحوا منقيين ويروحوا خابطين. فالجيل ده الجيل الثاني انا اتفاجئت بالكليبات ساعة حسني مبارك، يعني أول كليب شفته ساعة حسني مبارك، بعد كده شفته على اضطهاد الآباط. أنا افتكرت كاسي دي حد بتاعت ثورة 25 وائل غنيم والدنيا وضرب بتاع، بس اكتشفت بعد كده إن كاسي دي بتقول أنا قبطية، أنا قبطية اللي هي مسلمين وتقعد تتكلم على المسلمين وتقول لهم المسلمين المتشددين وتتكلمي عنهم في الفيديوهات. فزاد فخري جدا بأنه في جيل تاني زي كاسي بيبتدي يقول إنه يقول رأيه ويشعر باضطهاد الأقباط. يمكن اللي بيجي يعيش هنا في أمريكا شاف معنى الحرية وشاف الله بلد جميلة وكل حاجة، ممكن ينسى الدنيا اللي وراه. لكن زي الكتاب المقدس ما بيتكلم على نحامية، كان شاب برضه وراح وعاش في منطقة حلوة جدا، لكن سامع عن خراب لشعب الله في البلد فما سكتش، قعد يقول لازم يبقى لي دور. والفيديوهات دي اعتقد ان كان ليها دور اكبر، دليل انه اتكلم عنها الاعلاميين الكبار اللي هو واتريق باسم برضه يوسف، قعد يتريق واسمها عطيات ومش عارف من العياط ولا منين. المهم ان هو مش مصدق ان دي بالعافيه بتتكلم عربي لانها اتعلمت طول حياتها هنا، فده صعب، دي طريقتها، ده اسلوبها. بس في طبعا الناس اللي انت عارف العشات بتوع الانترنت، الله دي بنت اموره بتتكلم مش عارف ايه، فيقعدوا يبتدوا يزايدوا على المواقف وطريقتها بقى طبعا الانجليزي ديت. فده انا بكلمك بكل صراحه انه دي اكيد شباب فاضيه اللي عاملين الكلام ده، فما تزعليش، يعني ما تزعليش منهم، انت خليكي في هدفك والرؤيه اللي انت شايفاها. كمان في ناس يا كاسي قالت انه انت مش ليكي تعليق هادف او معين. انا احب اعرف تعليقك عن الاحداث الاخيره بقى، بما انك يعني هي كاسي كانت بتقول لي قبل الشو ان هي ابتدت تعمق نفسها شويه سياسه اكتر، تعرف اكتر وتشوف تحاول تفهم وهي أكتر. دراستها كمان سمعت انها جورناليست، يعني هي دراستها الاعلام وده حاجه حلوه جدا. فاعرف تعليقك بقى على الاحداث الاخيره. طبعا عن الأحداث الأخيرة اللي هي أحداث ماسبيرو كنت متابعها من الأول. طبعا لما الكنيسة لما كانوا they build like 4 meters زيادة، وطبعا لما الشيخ المسلم راح حاول يعني قال للشباب المسلمين يهجموا طبعا الحاجة دي، وطبعا ده كان مش صح، وكان المفروض لو هي فعلا غلط الحكومة هي اللي تتدخل باش يحلوا شباب مسلمين مثلا هم يهجموا على الكنيسة. وطبعا لما سوري مش قادرة افتكر اسمه، في قسيس هجموا عليه، ابونا متياس، ابونا متياس، وشاب اسمه رائف سحل. وبعديها راح حصل مظاهرة. فطبعا كنت متابعة ده وحادثة ماسبيرو. انا لو مثلا لو قلت لك عايزة اعلق، للأسف انا نفسي طبعا كل ده يبطل، وانا ده فعلا من النظام القديم اللي حصل. بس انا مش بقول ان المسلمين والمسيحيين مش اصحاب في مصر، لا طبعا في صحوبيه وفي صحوبيه كتير جدا، بس هل الاقباط بيتعرضوا لتعصب في البلد في مصر؟ الاقباط بيتعرضوا لتعصب في مصر من زمان جدا كمان، وانا مش شايفه ان هي مثلا بتقف يعني
دلوقتي خصوصا ان هم عايزين يعملوها دولة إسلامية. انا عن رأيي ان تتحلي مثلا دولة مدنية عشان المسيحي يعرف يروح الكنيسة في الوقت اللي هو عايز، والمسلم في الوقت نفسه يروح يصلي في الجامع في الوقت اللي هو عايز. فانا رأيي عامة عن اللي بيحصل طبعا غلط، واتمنى ان ربنا يتدخل. وانا رأيي ان كمان ما ينفعش الجيش بعد ما هو قال، قصدي بعد ما هو تهجم اعتدائهم على الأقباط، هم يجي يحققوا معاهم. ما جيش انا ruin you mentally و physically واجي اقول لك اسف. it doesn't work that way. لازم حد حتى ما قالش اسف. ده حد يعني لازم حد فوق الجيش هم يتعاملش، مش الجيش اللي هو اصلا يتحكم فيها. يعني ما جيش مثلا تلميذ غلط في المدرسة وزمايله هم اللي يعاقبوا، لا ده لازم المدرس هو اللي يعاقبه. فلازم طبعا يكون في نوع من punishment للجيش. يعني خلينا متخصصين اكتر، هي قصدها لازم يكون في تحقيق للشرطه العسكريه والجنود اللي عملوا كده، عشان دايما الناس بتاخد الجمل العديده. حد اكبر من الموضوع ده. ايوه مش الجيش اللي هو يحقق معاهم، ده الجيش اللي هو ضربهم وما ندريش طب عن تفتكري مين الموضوع. اكبر من الناس دي؟ هو ربنا اكبر من الكل، بس والله. مين اللي انت يعني بتفكري فيه؟ معلش هاخد حته من سماحه كده. طبعا طنطاوي اللي هو ماسك الارمي. طنطاوي اصلا لازم، يعني انا عن رايي مين اللي فوقيه بقى؟ مين اللي فوق طنطاوي؟ تحب يعني لجان التحقيق الدوليه، الناس المجتمع الدولي، مش كده؟ ولا مثلا ولا إيه؟ يكون في جهه تحقيق مدنيه من السياسيين اللي داخل مصر مدنيا، هم اللي يحققوا زي مجلس حقوق الانسان القومي المصري. يس المفروض. طب بما انك سالت السؤال ده بقى يا جو، يعني انا عاوز اعرف جوزيف نصر الله الناشط القبطي بالمهجر والاعلام، اهدافه ايه في برامجه؟ هدف القناه أهدافك. كلها ولا هدف أهدافك برامجي انا شخصيا؟ برامجك انت. هدف برامجي انا الشخصيه هو انه بعمل زي ميكروفون. في ناس كانت بتصوت زمان، مثلا حادثه زي حادثه الكشح، كانت بتصوت ومحدش سمع لها صوت. لما جه الاعلام جت البرامج وجت قناه الطريق، زي البوق ما بيبقى الحق، زي ما واحد بيقول الحقوني، بس الحقوني دي بتبقى مكتومه. الحقوني دلوقتي بقت كل الدنيا بتشوفها، فبالتالي يقدر الشخص يلحق الناس دي. فانا اعتبر انه البرامج بتاعتي صوت استغاثه بيعلى وبيكبر قوي قوي قوي، والناس كلها بتشوفه، وبساعد في حل الموضوع دوت ان يرجع حقوق للناس دي. يعني انت دورك بيخلص عند انك بتوصل الصوت؟ لا، انا بخش في المرحله الثانيه اللي هي ازاي بقى الاليات اللي تجيب بيها الحقوق بتاعت الناس دي. اللي هي عندك اليات كتيره جدا جدا. لو انت عايز تفتح في الاليات كتير، في اليات من الداخل. نظام انه لما انا مثلا بطلب منك طلب معين، او انت بتضطهدني كل شويه وعمال تضربني كل شويه، وانا بقول لك طب خلاص المره دي سامحتك، المره الثانيه لا، بعد كده ببتدي ارفع عليك دعوه او قضيه واقول لا انا عايز حقي. لو انت طنشت برضه ومش عايز حقي، فبساعد اعلاميا ان انا ادور مين اللي يقدر يساعد حقوق الاقباط دول، مين يقدر يوصل لهم الاصوات ديت، وابتدي اخدهم واوري عينيهم او اوجه عينيهم ان انت لا، انت في مجتمع دولي، انت من حقك تعيش. يعني في ناس في مصر سماحه بيتصلوا يقولوا لا انا مضغوط ومش عارف ايه وبطلع ولا هقفل على نفسي الباب. اقول له لا، انت عندك حق بس انت ما خدتش عليه لانك عايش في بلد ما اخدتكش عليه. يعني انت دلوقتي خدتنا لسكه اللي هو التدويل. التدويل، اي حاجه تجيب حق الأقباط. في اربع حاجات اخرهم دوليه: حمايه دوليه، والحكم الذاتي، والتقسيم، والتدخل العسكري. في ناس بتنادي بالاربعه، انت مع مين في دول؟ انا الغي التدخل العسكري، ما بحبش ابدا مصر يخشها عسكري اجنبي. تمام. الغي فكره التاسيس شويه، يعني انا لكن لو وصلنا للمرحله اللي فيها تقسيم، انا اهم حاجه عندي القبط يعيش تمام ان شاء الله. حتى تعمل ايه، انا ما يهمنيش الوسيله اللي تعمل بيها، المهم القبطي المقهور ياخد حقه. فممكن اوصل لمرحله التقسيم ليتر، يعني ممكن ما فيش امل، ولا المجتمع الدولي عارف يجيب نتيجه، ولا والمشير شغال الله ينور وعمال يخبط فينا، والناس والمسلمين السلفيين عمالين يدغدغوا فينا. كله ده لو وصلت للمرحله ان فيها امان الاقباط انه يقسم، هنخش في ديت. لكن انا لغايه دلوقتي انا شايف انه ما ينفعش نقسم، لان عندنا اديره وعندنا حاجات يعني في اماكن كتيره، فما اقدرش ان انا اقسم. انت مع حمايه دوليه، حكم ذاتي، مع حمايه دوليه
مع حمايه دوليه، لانه ده حق مش خيانه. انا مش يعني هنخش في الحته دي، لانه الناس فاكره اول ما بطلب حمايه دوليه يبقى انا خاين. ومفهوم الحمايه الدوليه ايه في هنيجي عند نظر كل الناس؟ واحده منهم ونناقشك فيها. الحكم الذاتي هو اجنده يعني لو اتفعلت صح بالطريقه صح هنطلع ما قبل سنه 52، وهنشتغل كويس قوي، اللي هي الفتره اللي عاشتها مصر، فتره كانت في منتهى القوه، اللي هي المحاكم المختلطه والحاجات دي كلها. فلو اتنفذت صح، لكن لو اتنفذت بالصوره اللي الناس فاهماها، ده هيبقى في خطر كبير قوي. تقسيم لا، تدخل عسكري لا. بس التقسيم ممكن تكون معنا، ممكن لو في مرحله معينه، لو وصلت للاباده الجماعيه، لو وصلت لحاجات كبيره قوي، وانا حاسس انه قربوا على الحته دي. طيب احنا كنترول روم يا ريت يعني هيكون معانا في الخمس دقائق القادمه مجموعه الاستاذ الدكتور عصمت زقلمه والمهندس ايليا بسيلي والمستشار موريس صادق، نكلمهم في الحكم الذاتي، بس بعد ما اعرف تعريف كل واحد عنده شظيف ايه، تعريفك للحمايه الدوليه، تعريفك للحكم الذاتي، عشان دول النقطتين اللي هنتناقش فيهم دلوقتي ونشوف مين فاهم ايه. هو هقول لك حاجه، كلمه حمايه دوليه كلمه حساسه جدا. بيفتكرها الشخص اللي بيبقى عايش في مصر، اللي يعني انا احط نفسي، ودايما انا بعمل كده، ان انا يعني حد من قرايبي كان هو اللي تحت المدرعه وانتقل وبقي شهيد، فانا هبص على المنظور دوت، وقلت لك دايما انا صوت الناس دي، يعني انا حاطط نفسي صوت الناس دي، انا بعتبر نفسي انا اللي اتدهست تحت المدرعه، مش مثلا مش كمان اهلي ولا ناسي، انا الشخص دوت او اهالي الشهداء دول بيفكروا في الموضوع ازاي، يجوا يخبطوا بيبان القضاء، انا وانا بنقل جثه اخويا ولا جثه قريبي مسكون انا، وقالوا لي انت اللي عملت وسويت، انت اللي عملت كده. معقوله القبطي هيحط اخوه القبطي تحت المدرعه ويقول انا اللي عملت كده؟ فما فيش حق. تلاقي عمال تخبط في كل حاجه، انت عمال تقول طبعا بتلمح على مجالس مدنيه ومش مجالس مدنيه، وهم اللي هياخدوا حقنا. هنتكلم يعني انت بتتكلم من براح شويه يا سماح. سؤالي مجالس مدنيه هتعمل لك ايه؟ فين المدنيه؟ فين القضاء اساسا؟ فين القانون؟ هنيجي للنقط دي بعد كده، بس انا سؤالي كان محدد. ايه هو مفهوم الحمايه الدوليه عند شظيف مفهوم الحمايه الدوليه هو في قوانين مصر مضت عليها ووثائق مصر مضت عليها، وهي حمايه الاقليات في البلد. انا اقليه، يعني ايه اقليه؟ بالعكس، الاقليه مش معناها انه عدد قليل، الاقليه معناها انك لازم تميزهم تمييز ايجابي مش تمييز سلبي. التمييز الايجابي معناها انك تديهم فرصتهم، لو هم في ناس بتضغط عليهم كاقليه تديهم فرصتهم اكتر. يعني مثلا في مجلس الشعب ما يروحوش ينتخبوا زيهم زي الناس التانية، ياخدوا تمييز ايجابي وهو الكوتا. عددكم كام يا جماعه؟ 15%، 20%، خدوا كراسيكم انتوا. ده التمييز الايجابي اللي المفروض يحصل في اي دوله في الدنيا. هات اي دوله فيها موضوع التمييز الايجابي ده. عندنا في البلد تمييز سلبي، انت مسيحي انت دي كنيسه ولع فيها، هو ده التمييز السلبي. لكن انا ما عنديش تمييز ايجابي، فدي الاقليه. تاني هنخش بقى في الحمايه. الاقليه دي من حقها دوليا انها تحمى عشان تاخد التمييز الايجابي ده. تحمى بمعنى ضغوط دبلوماسيه واقتصاديه على الدوله عشان توفر الحمايه للناس دي. المفروض الضغوط الدبلوماسيه، انا عاوز اخد مفهوم الضغوط الدبلوماسيه. هي ضغوط دوليه بلجان حقوق الانسان الدوليه تفرض رقابه على صاحب السلطه، زي مثلا موضوع المبعوث الامريكي اللي اتبعت لما ضغطنا على الكونجرس هنا، اللي هم مجلس النواب الامريكي، قال هنبعت مبعوث هناك. المبعوث مش رايح بسيف وبندقيه ورايح يموت، هو رايح يراقب. لو انا مش عامل حاجه غلط يا كاتي، لو انا مش عامل حاجه غلط وانت عايزه تيجي تراقبيني، اقول لك اهلا وسهلا بيكي. لكن لو انا عامل مصيبه اقول لك شكرا يا كاتي مش عايزك. طب يعني انتوا فهي الموضوع موضوع رقابه، هم رافضينها من مرحله الرقابه. ساعتها بقى هتروحي لا علامات استفهام، وانا ليه مش عايز؟ انت مش عايز يعني ليه مش عايزك؟ ليه مش عايزك تيجي تراقبني؟ ليه كأقباط مهجر مصممين يعني ان انتوا تنقوا الالفاظ اللي تتفهم غلط؟ ما تقول الضغط الدبلوماسي. ما لا انا قلت قبل كده اللفظ ده ممكن نستبدله، خلينا استبدله معاك، وقلت استبدله لا بالرقابه الدوليه او الرقابه الدوليه. لا انا استبدلته من زمان، والناس هاجمتني وقالت لي لا عايزين حمايه، وهي الحمايه. وطبعا انا لما سالت ايه المصطلح
بتاع الرقابه الدوليه قالوا ما فيش مصطلح اسمه الرقابه الدوليه، في مصطلح هو الرقابه بس اسمه الحمايه الدوليه. الناس اللي قاعده بتشرب شيشه على القهوه في مصر تقول لك الحمايه الدوليه دي يبقى معناها عساكر. لا، انا بقول لهم حمايه دوليه يعني رقابه، يعني في ضغط دبلوماسي زي ما انت بتقول، ضغط اقتصادي، معونات امريكيه تتوجه بالشكل اللي احنا عايزينه، كله ده طب من الحمايه الدوليه. يعني انت بتخاطب ناس فيها نبوع وقرى، بتكلم كل واحد على قد فهمه. انت ليه بتحب انك تطلع مثلا، ودي الحاجات من اللي اتوجهت لك كشوزيف، انا في الاول كضحيه، مع انك او بتكبر الاشياء عشان تبان انت في الصوره، او تعمل تسليط عليك على قناتك، على قناه الطريق يعني. يعني ده من الاتهامات اللي وجهت لك انت. طب ايه المانع ان انا ايه المانع ان انا اسوق قناه حلوه يعني؟ بس ما انت بتيجي حد تعمل ده حتى لو على حساب الاقباط، انك تقول مفاهيم مغلوطه مثلا، او ما بتشرحش المفاهيم، او تقول كلام كبير ما تشرحوش. بص، قناه المفروض قناه فضائيه، ده الصوت او الملجأ لناس معينين مش لاقيين الصوت ليهم بقالهم سنين. تمام؟ فكون ان انا افتخر بقناه واقول لهم الحقوا، وواحد مثلا يقول له ايه، سفينه بتغرق في الحته دي، وادي سفينه تانية معديه، من حقي انا كجوزيف اشاور على السفينه اللي معديه، اقول له الحق ممكن تركب السفينه ديت وتاخدها. ده مش معناها ان انا وكذا مره قلت باللفظ كده، الموضوع القضيه مش قضيه قناه، القضيه مش قضيه جوزيف، سوري في الكلمه، ما تروح القناه، بس المهم الاقباط ياخدوا حقهم. وقلت الكلمه دي 70 مليون مره، وعندي استعداد اقولها مليون مره، وعندي استعداد لو القضيه القبطيه هتتحل وقناه الطريق تقفل، انا هختار القضيه القبطيه تتحل. والناس عارفه ده عننا. طيب. يعني احنا مش فاتحينها عشان اي حاجه، بس دي الوسيله دلوقتي. خلينا عشان نعمل فول ستوب وننقل للمرحله اللي بعد كده. واحب اقول للساده المشاهدين ان احنا هنفتح التليفونات، بس يعني خلينا نقول لكم بس العناوين على الاقل عشان تكونوا مشاركينا في البدايه، فشويه وهنفتح التليفونات. يبقى عشان انت تشرح للناس صح او تثقف للناس صح، لازم ما تقولش لفظ وخلاص، لازم تشرحه. انا هشرح بمعنى عشان بس يعني انا بحاول الخص. انت عايز تقول ان لفظ الحمايه الدوليه قد يفهم غلط. انت قصدك بالحمايه الدوليه الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي على المسؤولين في مصر لتنفيذ مواثيق او معاهدات حقوق الانسان، صح؟ تمام. انا هقول لك واثبت لك كلامي ان انا حاولت اقول بالشكل اللي انت بتقوله ده. عندنا بتاريخ في الارشيف بتاع قناه الطريق، قمت بحلقه وقلت يا جماعه انا هسجل الحلقه دي هارشفها. يعني ايه ارشفها؟ يعني اخليها مخزنه عندي في القناه، بحيث انه محدش يزايد على موقفي في يوم من الايام ويقول انا طلبت جيوش لمصر عشان يتهموني بالخيانه والخيانه العظمى والكلام ده كله. قلت مفهوم الحمايه الدوليه، رحت قعدت اذاكر. تمام. انا مش خريج حقوق ولا حاجه، انا راجل خريج تجاره، لكن جوزيف بيتريق عليا. لا يعني انت خريج حقوق، من حقك تفضل تدور وتذاكر في الحاجات ديت، لكن انا رحت ذاكرت في الكتب الحقوقيه وفهمت الحمايه الدوليه ايه هي. وطلعت الحلقه قلت للناس يا جماعه ما فيش حاجه اسمها يعني جيوش تخش في موضوع الحمايه الدوليه، فايه رايكم النهارده نغير اللفظ ونخليه الرقابه الدوليه؟ تمام. اتهاجمت شويه وانا عارف ان انا هتهاجم، فانا من بدايه الحلقه وانا بقول للمخرج جهز التليفونات بتاعه الخبط بقى، لانه ايه هيقول لك جوزيف ده باع القضيه وجوزيف عمل ايه. بس انا قلت انه لفظها هو الرقابه الدوليه. خلينا ندور على لفظ يفهمه اللي قاعد على القهوه او الشخص البسيط. تمام. وفهمت ما هو الرقابه الدوليه، وما هو الضغط الدبلوماسي، وما هي المعونات الامريكيه اللي رايحه. والمعونات دي رايحه ليه؟ المعونات دي رايحه عشان الديمقراطيه، مش رايحه عشان الأقباط يموتوا. طب ما انت عارف فاهم وجهة نظري؟ اللي بيبني دايما بياخد وقت. ما هو اي حد هيعلي صوته ويهيص هيعمل بروباجندا. ده اللي حصل قدام ربنا، ان انا شرحت مفهوم الحمايه الدوليه صح، بيفهم الناس بالراحه. وتاني اعتقد انه الناس خلاص اللي شايفيننا دلوقتي على الشاشه عارفين يعني ايه حمايه دوليه. خلاص الموضوع اللي انت بتتكلم فيه نقطه الجيوش ومش الجيوش دي خدت وقتها، دي تراكمات. ما احنا جايين خدت وقتها، بس خلاص دلوقتي اي حد قاعد على الهوا يقول لك الحمايه الدوليه ده مش الجيوش يا جماعه. فقدرنا ننجح باي طريقه بقى. قدرنا ننجح ان احنا نوصل ان الموضوع يا جماعه ما فيهوش خيانه لمصر. الموضوع موضوع لجنه حقوق انسان دوليه، واحنا هناخد حقوقنا افتكر برضو عشان تبقى حاجه للتاريخ، انا عملت هنا في البرنامج ده حلقه وقلت هذه مبادئي، وقعدت اتكلم نفس الكلام اللي قلته على الشاشه
هو اول مره كنت اشوف فيها استاذ جوزيف، قعدت معاه وقلت له انا مبادئي 1 2 3 4، وهو يعني حاجه للتاريخ. رغم انها فيها اختلافات مع اختلافات كتير يعني كتير. اختلافات كتير. هل انا رفضت انك لا تقول يعني ما انا بقولها اهو. يعني احنا هنا منبر حر. انا كسماحه وقلتها انه انا بقف عند الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي، فيما بعد كده